معلومة في البوس مع اخوك جبوس. وبصراحه انا حاسس ان البوس ده انتوا اللي هتاخدوه، مش هيبقى البوس عادي، ده البوس صور. ازيكم عاملين ايه؟ زي ما قلت لك خش برجلك الشمال عشان اليمين اليومين دول مش شغال، لسه مكملين في سلسله الشمال. كوبايه الشاي الحلوه بقى، وخليك بقى اللي كانت بتقول مستنيه جبس مصر ومستنيه هبه مسلم هيطلعوا يقولوا لنا ايه؟ ده جبس مصر النهارده خرج علينا وقلع برقع الحياه وبيتهم المشاهدين ان هم اللي غلطانين في اللي بيحصل ده كله. مش مصدقني؟ تعالى هنسمع جبس مصر، بس قبل ما نسمع جبس مصر فهناخد شويه مقتطفات لوز كده من الانسه مي او اصاله المزيفه، كانت بتقول ايه عليهم الاول. قلت لها طيب اوكي ماشي، ايه النظام؟ انا واثقه فيكي انك انت حد نظيف ومش هتخطفي جوزي، وانا واثقه فيكي مليون بالميه انك انت مش هتخطفي جوزي. حوش يا بت توم كروز اللي خايفه عليه. انا مش عايزه حد من السوشيال ميديا لانه ما حدش له امان. الحلقه بتوع السوشيال ميديا هبه مسلم على اخر الزمن بتخبط فيكوا وشايفاكوا وعينيكوا زايغه على براد بت اسمنت اسيوط بتاعها. شايف مراته شكن ده عايزه تلبسني وما لبستهوش ليه؟ ده انت كنت هتطر على قلوب ناس كتير. بصي يعني هو ده وعليه فوق طويل بس ابيض ساده، يعني هو تحت منه قميص كده وعليه روب طويل ابيض ساده. ده ما عجبنيش عشان كده طبعا ما تقولي والنبي هاتي حاجه يكون محترمه، بس فلقيت دوت احلى حاجه واحسن وليكي محترم خالص دايما طلق. والله وبقيتي فاشونيستا يا هبه وبتعرفي تنقي وليكي في الذوق. الله يرحم لما شاف الشطافه وقال عليها كولدير. قلت لها لا طبعا، لا طبعا مستحيل. ايوه انا عارفه انت عاوزه تلبسي ايه وفاهمه دماغك، عشان كده والله دخت النهارده يعني صاحبتي خدتني لوحدي لصاحبتها عشان نجيب ده والله، بس فاهمه دماغك انا. في يا جماعه انتوا ظالمين الست ليه؟ هبه مسلم عايزه تروق على جوزها والست طلعت اوبن مايند وبتروق على المشاهدين. مش ده برضه اسمه تحريض على الفسق والفجور برضه يا هبه، ولا ما اسموش تحريض على الفسق والفجور؟ انا لحظتها كنت بعيط. واستغل الشعر واللبس وكل حاجه ايوه عشان يعمل ترند. طب هو يقدر يعمل كده مع مراته؟ لا طبعا. هو عشان شايفك سهله ورخيصه وموافقه على اي حاجه. ما بيخليهاش تطلع بشعرها، ما بيلبسهاش في كده. حاجه مش عايزه اقولها مستحيل عشان بنت الناس، فاهم؟ ليه مصيبه سودا لا تكون قرعه واحنا ما نعرفش. حد يعمل سيرش يطلع يقول جبسوا اصاله، فهيطلع اصاله اسمه بسرعه. اصاله ده اسم حد مشهور؟ ايوه اصاله المغنيه. اسم حد مشهور؟ انت عبيط يا ابني في ضفايرك ولا انت اندونيسي؟ في حد في الدنيا ما يعرفش اصاله؟ هو اللي محفظني يا جماعه، هو اللي محفظني، ومراته اللي قالت لي على الميك اب، وهي اللي منقلاني الروج بتاع الميك اب. شو الجوار فقالت لي حطي، قلت لها لا ده هيبوظ، فقالت لي عادي ليس كله كويس. انت مش فاهمه، ده هبه ميك اب ارتست قد الدنيا. الله يرحم لما كانوا بيحطوا دله ويقولوا عليها بلاشر. مراته ما كانش حاسه بتأنيب ضمير خالص في الموضوع ده؟ يعني مفيش لحظه حسيت؟ ما حسيتش بتأنيب ده انا ما حسيتش بتأنيب الضمير لما شتمتني قالت عني شوشو. تأنيب ضمير مين يا باشا؟ الضمير عندهم في ذمه الله. الضمير عندهم اصلا كلمه مش موجوده في القاموس. ما شتموكي اول ما عرفوا ان انت مش على وجه تكملي الموضوع؟ لا هي قالت لي انا هطلع لايف بس ما تزعليش ونشتي ولا بالام ولا بالاب ولا باي شيء. دي فقرات وش عادي يعني مثلا خطفت جوزي خطفت الرجاله، فاهم؟ تبع الحكي المصريين هذا. طبعا اتفاجئت بالبكابورت اللي ضرب في وشك. ربنا يكفيكوا شر اللهبل لما تديله صفاره هيخوت امك. لقيتها بتقول شو بدله رقص، نعم بدله رقص ما انت وراجعها من كباريه وحشاشه زيه. انت بجد ده بجد موضوع الشيشه ان انا اطلع فيه هو اللي خلاني اعمل ده. طبعا اللحظه اللي انتم مستنيينها جبس مصر هيخرج علينا يقول لنا ايه وهيبرر موقفه واللي حصل ازاي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يا مولاي مين قد دلوقتي؟ اكبر نسبه بحث موجوده على الفيسبوك، بقى اجالات، اكبر نسبه بحث موجوده على جوجل، اكبر نسبه بحث موجوده على اليوتيوب وعلى تيك توك. مين بقى اكبر نسبه بحث؟ هو جبس مصر. مين قدك فعلا، واخد كميه شتايم تكفي زكايم. والحمد لله ان انا عرفت ان انا استغل الفتره اللي انا موجود فيها ترند عشان اعرف اوصل الرساله اللي موجوده معايا. ايه ده، هو طلع جبس مصر كان عنده رساله عايز يوصلها لنا؟ يا نهار ابيض، ده يا اما البوسطجي تاه في السكه يا اما احنا اللي ما بنعرفش نقرا. وراضي ضميري وراضي ربنا في المسؤوليه اللي محطوطه على كتافي، اللي هو انتوا مسؤوليه كبيره. لا هتاخدي ولا كملي. وانا باذن الله في الفيديو ده هطلع كل اللي موجود في قلبي، واللي يحصل يحصل. اللي جوه هنا باللي شفناه اكيد مفيش سلكان. طبعا كلنا عارفين الترند اللي حصل قبل كده، اللي هو بتاع جبس مصر والمسلم والمسلسل والليله الكبيره اللي كانت موجوده والطبقه على السوشيال ميديا والكلام ده. انجز، عايز تقول ايه؟ طيب انتوا تنكروا ان من بعد المسلسل ده انا قلت لكم المسلسلات اللي موجوده على السوشيال ميديا كلها عباره عن تمثيل؟ لا يا عم ما بننكرش، وخلينا معاك واحده واحده نشوف اخرك ايه وعايز تقول ايه. طيب تنكروا ان في كام شخصيه عملوا نفس الموضوع اللي انا عملته في الترند اللي فات وانتوا قفشوهم وقطعتوا عليهم وقلتوا خلاص احنا اتعلمنا من جبس مصر؟ ماشي يا عم حامل رايه الحوارات، انجز.
وعارفين ان ده مسلسل، تنكروا ان اي حد بيجي يعمل ترند تقول على طول ده المسلسل الحلقه الاولى هو ده الحلقه الكام، تنكروا الكلام ده. الحمد لله ان انا عرفت اوصل رساله بناء على الترند اللي فات. هي دي بقى الرسالة اللي انت كنت عايز توصلها لنا. تقريبا الرسالة كانت مكتوبة بالحبر السري فالخط ما كانش واضح. هنبدا باول حاجه. دلوقتي انتوا عارفين جبس مصر وغيرهم يوتيوبر وغيرهم بلوجر، في نسبه كبيره منهم بيعملوا حوارات كده، بيعملوا ترندات فيك. طبعا انتوا واخدين الخلفيه دي، صح ولا مش صح؟ بس ما بيطلعوش يقسموا بالله 100 مرة ان اللي حاصل ده مش فيك وحقيقي زي الغندورة ما عملت. اما تطلع منصه اخباريه زي اللي انا عرض لكم الصوره بتاعتها دلوقتي دي، جايبه ملايين المشاهدات على الترند اللي انا فيه، ملايين المشاهدات، انا مش كسبان منها حاجه، هم اللي كسبانين وبيجي لهم فلوس على ده. اخوانا الحقوا، جبس مصر باصص لكم في رزقكم، عايز ينصص معاكم شكله كده ولا ايه؟ يقول لك جاب لها شقه 7 مليون جنيه، يقول لك جاب لها فستان ب 3 مليون جنيه. طب الشقه شقه الست وهي مبررات ماشي، برضو عايز توصل لايه؟ الاخبار واعرف الدنيا ماشيه عليه. انا استفدت ايه من الموضوع ده غير ان انت كده حطيتي جوايا طاقه سلبيه، عرفت الناس ان واحد ملوش لازمه جايب لمراته شقه ب 7 مليون جنيه من الهوا. واحنا اللي ظالمينك، ده جبس مصر خايف على مشاعر الناس. تصدق الدمعه تفر من عيني يا جبس. اولا انت اديتيله طاقه سلبيه، ثانيا انت وصلتي له بطريقه غير مباشره عشان توصل ل 7 مليون، اعمل اللي هو بيعمله، صح ولا انا غلطان؟ والمشكله يا ريس لما يعمل اللي انت بتعمله، هو انت بتعمل حاجه غلط لا سمح الله؟ الفستان ابو 3 مليون جنيه، الفستان كله على بعضه 5000 جنيه واخدين ايجار، ورجعنا تاني للست اللي واخدين منها، جبتوا منين 3 مليون جنيه؟ معلش هم ناس بيصطادوا في الميه العكره، انت جميل انت جميل. ليه بتوصلوا للناس وبتعملوا للناس فتنه ما بين بعضهم؟ ليه؟ الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي، انتوا لو عايزين فعلا تاخدوا موقف، طب تاخدوا موقف المساله اللي بتحصل دي، المساله اللي بتعمل من لا شيء شيء. يا ليلى سوحه يا جدعان، ده جبس مصر مش معترف انه غلط خالص وبيلبسها لناس تانيه. واحد دلوقتي شقيت في كليتي وفي جامعتي من 4 ل 8 سنين، لما شفت قناه اخباريه واشوف مواقع كتير بتنزل ان الحقيقي الشخص الفلاني جاب بتاع 7 مليون و3 مليون و5 مليون، انت بتحصريني على نفسي وعلى امي. سيبك يا باشا بقى من القنوات الاخباريه والمواقع والكلام الفاضي، انت بقى باللي انت بتعمله في الفيديوهات بتاعتك بجزر المالديف والفيلا والعربيه ومدينتي، ده ما بيحبطش الناس؟ ده ما بيجيبش للناس احباط؟ بتوصلوا لهم صوره ان اللي انتوا عملتوه ده كله غلط، واللي جبس مصر واليوتيوبر والبلوجر اللي بيعملوه هو الصح، ولازم تروح انتوا كده بتبنوا جيل. هو في يا جماعه، هو منين بيودي على فين؟ انت سامع نفسك؟ انت سامع انت بتقول ايه؟ انت سامع اللي انت بتقوله؟ جيل ايه وتعليم ايه ومجتمع ايه وناس ايه اللي هتضيع وتعليم ايه اللي ضاع؟ هو مين اللي بيطلع للناس في الفيديوهات بيتمنظر بالحاجات اللي اشتراها والحاجات اللي جايبها والفيلا والعربيه والحاجات دي؟ مين اللي بيعملها؟ مش انت ولا المواقع الاخباريه اللي بتفبرك ده؟ لما نيجي نتفرج على مسلسل زي جعفر العمدة ومسلسلات غيره، احنا بنبقى عارفين ان هو تمثيل، ولما بيجي مشاهد مؤثره احنا بنتاثر بالعمل، ليه؟ عشان احنا عندنا مشاهد، بس احنا مقتنعين مليون في المية ان الممثلين هي كده السوشيال ميديا. طب بص بقى يا عم محمد رمضان، السوشيال ميديا، انت الناس دي لما بتمثل، وانت زي ما انت قلت احنا عارفين ان هم بيمثلوا لان هم ما طلعوش واقسموا بالله ان دي حقيقه، بيعلنوا المسلسل الفلاني فاحنا عارفين، لكن في ناس بتطلع تحلف 100 يمين ان دي حقيقه، ناس بتطلع تحلف ان هو اتجوز، وناس بتطلع على الهوا. هو الطلاق فيه هزار؟ هو الطلاق فيه تمثيل؟ هو الجواز فيه تمثيل؟ هي الاحضان اللي انت حضنتها الاصاله دي برضه تندرج تحت التمثيل؟ لا يا باشا، تعال اقول لك بقى ان لو ده تمثيل يبقى انت يا باشا متهم بالفسق والفجور طالما انت بتقول بتمثل. تعالى لي يا باشا، خدت منين تصريح انك تعمل المسلسل اللي انت عملته ده؟ خدت منين تصريح تطلع تبوس في واحده وتحضن في واحده وتقعد مع واحده وتقول ان انت متجوزها والكلام من ده؟ خدت منين التصريح؟ الممثلين اللي انت بتقول عليهم جعفر العمدة ولا ايا كان ولا اي مسلسل واخدين تصاريح، انت يا باشا خدت تصريح باللي انت بتعمله؟ فانتوا يا جدعان كل واحد بيتفرج عليا دلوقتي، انت لو من حقك تزعل فانت تزعل من المواقع اللي بتنشر الكلام ده، من المواقع اللي بالنسبه لك بتعمل من لا شيء، من المواقع لما تشوف اي حد طالع ترند العالم بيتكلم عنك تاني هترجع تتكلم بلسان الناس، والناس مغيبه والناس ضاعت والناس، ما انتوا اللي ضيعتوا الناس، ما انتوا اللي ضيعتوا الاجيال. انتوا لو ما كنتوش بتطلعوا تتفشخروا بالحاجات اللي ربنا فتحها عليكم بيها ما كانتش الناس بصت لكده. ما تقوليش مواقع اخباريه ونيله وانك خايف على الناس، لا يا باشا، انتوا اللي عملتوا في الناس كده بالفشخره بتاعتكم، انتوا اللي خليتوا عيال صغيره يقولوا ملعون ابو التعليم، انتوا اللي خليتوا ناس سابت شغلها وقعدت في بيوتها على امل ان الحظ يديهم ويبقوا زيكم. ما بقولكش يا باشا ما تعيش وربنا كرمك واداك فلوس وكل حاجه، ربنا يزيدك ويبارك لك، بس تحترم النعمه وتصون النعمه. انتوا بتطلعوا تستفزوا الناس، انتوا بتطلعوا بتقولوا للناس بصوا احنا في 3 4 5 سنين عملنا ايه، انتوا خليتوا فكر الشباب راح لحته ثانيه. بتتفرج على تلفزيون وربنا انتوا بتتنمروا،
ثلاث ارباع وقتهم بقى على السوشيال ميديا، ثلاث ارباع وقتهم بقى انا عايز اتابع ده واشوف الصفه الاثنين على ايه واشوف المسلسل ده يخلص على ايه. اعمل اللي انت تعمله بس خليك مقتنع مليون في الميه والله ده نسيت. يا ليلة مش فايته، في الاخر الناس هي اللي طلعت اللي غلطانه، في الاخر الناس هي اللي طلعت مضيعه وقتها على السوشيال ميديا، الناس هي السبب في اللي حصل ده كله، في الاخر المتابعين اللي رفعوك وعملوا منكم نجوم وعملوا منكم مشاهير بقى هم السبب، بقى وقتهم اللي بيقعدوا على السوشيال ميديا هو سبب في اللي حصل ده كله وهم اللي غلطانين. يا ابن الحلال انت سامع نفسك انت بتقول ايه؟ وكل حاجه بالنسبه للاصاله اللي هي مي كل ده هنطلع نعمل ان شاء الله وعرفتكم كل حاجه موجوده قدامي. على فكره الفيديو ده كان المفروض يتعمل بعد 5 شهور من دلوقتي. يا لطيم انت كنت ناوي تقعد في المسلسل الحمضان ده 5 اشهر كمان ليه يا عم؟ هو مسلسل تركي، انت كنت ناوي تعمل فينا ايه؟ ربنا يكرمك يا اصاله ولا يا مي ان انت طلعت خلصتينا من الحوار الفاكس ده. ايه يا عم انت كنت ناوي تعمل فينا ايه؟ لان انا كنت مخطط لحاجه كبيره جدا 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 فعلا هتشرف كل واحد متابع كبس مصر وهوصل فعلا فيها رسائل مش رساله واحده قدر الله ما شاء فعل. نفسي افهم بقى قنبله اللي انت كنت هتعملها وبوم وهتشرف المملكه وهترفع راس المملكه والمشاهدين هيشوفوك ومش عارف ايه، مش فاهم كنت هتوصل كاس العالم باصاله وهبه، كنت هتلاعب هبه راس حربه واصاله قاعده في خط الدفاع ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهم انت ايه اخر المسلسل بتاعك؟ كان اخر المسلسل بتاعك زي ما حصل دلوقتي، هي كانت اخر المسلسل ايه؟ كنت هتقول نصيحه بلاش تتجوز على مراتك؟ ما هي اخر المسلسل برضه معروفه ان هي نفس القصه، كنت هتطلعوا وتقولوا اتطلقنا خلاص مي راحت لحالها ولا اصاله راحت لحالها، هبه الله يكرمها طلعت الست الاصيله اللي رجعت لجوزها بتحاجه على بيتها وعلى عيالها، هو ده كان اخر المسلسل اللي انت بتعمله. هو ايه البوم الجديد اللي انت كنت ناوي شايله للناس؟ والناس اصلا ما عادتش مستنيه منك حاجه اصلا بعد اللي انتوا عملتوه والخداع اللي انتوا خدعتوه للناس، الناس مش مستنيه. بالنسبه للناس اللي بتقعد تقول انتوا بتستخفوا بعقولنا، انتوا بتشتموا نفسكم، يعني انتوا بتشتموا نفسكم انتوا مش واخدين بالكم. يعني ايه انا استخف بعقلك؟ يعني ايه؟ الناس هي اللي بقت غلطانه دلوقتي، المتابعين بقوا هم اللي غلطانين. اذا كان انت شايف ثلاث ارباع الكومنتات بتقول ده مسلسل، ده اولا. ثانيا ازاي تخلي البني ادم يستخدم عقلك؟ ازاي؟ هو مش عقلك ده فيك انت البني ادم اللي متحكم في عقلك. انت طالع دلوقتي تقول لهم ما تسمحش ان حد يستغفلك ولا يستغلك ولا يسحل دماغك، هو اللي انتوا بتعملوه ده انتوا اشد من سحرة فرعون باللي انتوا بتعملوه على السوشيال ميديا. انتوا معلش انتوا عارفين عاطفه الشعب المصري وانت نفسك بتقول عاطفه الشعب المصري موجوده وبتروح، فما تستغلهاش في الغلط يا بيه. انت عارف ان الشعب المصري عاطفي بطبعه والناس بتتاثر باي حاجه قدامها، فانت بتلعب على الوتر ده، فما ترجعش تقول لي ما تسمحش لحد. هو انت يا ابن الناس بتدي الناس السم في العسل؟ هو انت سامع نفسك؟ انت مدرك اللي انت بتقوله؟ انا النعمه انت فيك حاجه مش طبيعيه، انت مدرك اللي بتقوله؟ برضه احنا مصرين ان انتوا تتحاسبوا يا ريس، بجد مصرين ان انتوا تتحاسبوا. كان في تحريض على فسق وعلى فجور وفي حاجات من غير تصاريح لو انت بتمثل ولا كلام من ده ولا قلت ان هو كان تمثيل، انتوا لازم هتتحاسبوا، فما تقلقش هي جايه واحده واحده، وانت قلت في الاول مطرح ما ترسي دقنا هي هتدق ان شاء الله. معلومة في البوس مع اخوك جبوس. وبصراحه انا حاسس ان البوس ده انتوا اللي هتاخدوه، مش هيبقى البوس عادي، ده البوس صور. ايوه يا جدعان، ما كل اللي بتقوله ده كله حقيقه، ومسلم عارفه كل حاجه. البسها مسلم، مش طلعت شتمت البنت، يعني انا حلف صورتها وانت تطلعي تشتميها، والله عندها حق. انا معاك يا مي. يلا البسي يا مسلم، هو بيشيلها لك بيقول لك البسي البسي يا مسلم البسي. جبس مصر باعت في اول محطه، والله ما عارف انتوا هتروحوا بينا على فين. السلام عليكم.